اهلا اصدقائي، معاكم يوسف. الحلقه دي زي ما انتم كده شايفين بصور في مكان فيه بيتش باجي وحاجات ريس بقى وبايك موتوسيكلات وحاجات زي كده. فخلينا كده نشوف مع بعض كده. شايفين طبعا دبابات، دي دبابات مش حاجات عاديه. دي حاجه عامله زي بيتش باجي بس حاجه كده اللي هو بقى الحاجه الفظيعه. طبعا احجامه رهيبه، انا واقف يعني هو اطول مني بكتير. في حاجه زي كده، ده عامل زي اكنه عربيه بس هي يعني من ورا في كاوتش واحد ومن قدام في كاوتشين. طبعا الحاجات دي اسعارها خرافيه، يعني انت بتتكلم في 40,000 وطالع. اما الموتوسيكلات بقى في حاجات زي كده اهي، ده عامل $5,000 اللي انتوا شايفينه ده. $5,000 هو او اللي جنبه، لان كلهم نفس النوع بس مختلف الالوان. في حاجه زي دي عامله 12,000. طبعا انا بكلمكم عارف الاسعار، انا سالت الراجل فعشان كده هتلاقوا الاسعار مش موجوده، بس انا حفظت يعني التشكيله. هو قال لي الصف ده بكذا، الصف ده بكذا، يعني حتى نفس السعر. ده عامل 12,000. في حاجات تانية بقى صغيره هي عامله $3,000. حاجه كده عامله زي موتوسيكل، بس موتوسيكل حاجه صغننه خالص، متعرفش تفرقوا ما بينه وما بين العجله. عايزين بقى حاجه ريس، هجيب لكم الريس دلوقتي، بس خلينا نخش على التقيل. ده عامل 28,000. ده ماركة اللي هي كاوساكي. ده عامل 28,000. بصوا اصلا الكاوتش بتاعه عامل ازاي، الشكل من قدام. ده يعتبر اغلى حاجة عندهم في المكان كموتوسيكل يعني. 28,000. بص كده من الجنب تحس ان مش موتوسيكل، ده بتاع باتمان. المنظر من فوق. حاجة تانية عاملة 4,000، حاجة صغيرة. في حتى عندهم اللي هو بتاع المية، اللي هو بقى الجيت سكي. ده عامل 4,500. حاجة تانية عاملة 6,000. البايك اللي انتوا شايفينه ده برضه ده عامل 6,000. ده الشكل بتاعه. يعني بص، هو ما تفرق. بص الاخضر ده عشان يعني اعلى حاجة عندهم، فعشان كده عمل 28,000. طبعا اللي بيفرق، هتقولي طب وايه الفرق ما بين ده وما بين اللي هناك؟ اللي هناك الهورس باور بتاعته اعلى. يعني اللي هناك ده الهورس باور بتاعته 214 هورس باور. ده ممكن مثلا يكون 100 وشويه، حاجه زي كده يعني. عشان كده ده اللي بيفرق في السعر. طبعا ده 28,000، ده $6,000. بس برضو خلي بالك، يعني انت بتتكلم حاجه صغيره زي كده وفيها هورس باور فظيع زي كده، فطبعا يعني اوعى وشك، يعني سريع صاروخ. اللي انتوا شايفينه الاخضر سرعته 200 مايل. 200 مايل دي اللي هي كام بالكيلو معرفش، بس هو 300 وشويه كيلو، يعني حاجه صاروخ. اللي انتوا شايفينه ده عامل 5,200. اللي جنبيه على طول عامل 6,700. زيرو. انا كل ده بوريه لكم زيرو. الحاجات دي مش مستعمله، عشان محدش يقول لي ايه يا عم انت بتصور ده حاجات مستعمله او بتاع. لا، الحاجات دي مش مستعمله، زي ما انتوا شايفين كده ما مشيتش، كلها زيرو. ده عامل 6,700، يعني اولموست داخل على $7,000. بس طبعا انتوا شايفين المنظر عامل ازاي. انت بتشتري يعني، بس معلش يعني $7,000، بص بتشتري لك بعد التاكس طبعا والضرايب وكل حاجه. قول مثلا 6,700 دي هتبقى 7,000 بالضرايب بكله. وبتشتري بص حاجه عامله ازاي. طبعا تقولي طب ما الناس كده كلها تشتري موتوسيكلات. لا، بص هفهمكم القصه دي بس بعد ما اخلص تصوير المكان كله. بعد كده هقول لك ايه اللي خلى الناس ما بتشتريش موتوسيكلات كتير هنا. حاجه تانية ده عامل 8,600، يعني اولموست 8,500. بس المنظر بتاعه. وفي حاجه تانية اللي هي الماونتن بايك، دي اللي هي بتاعت الجبال بقى. دي عامله في حاجات صغيره خالص زي ما انتوا شايفين كده، وتفضل تكبر تكبر تكبر. في بقى منها كذا نوع، في الازرق وفي الاخضر. هما الاتنين يفرق ما بينهم بس الهورس باور اكيد.
دي حاجة عاملة 6350. حاجات تانية، استنى اوريكم في بايك. ايوه دي شكلها جامد قوي، دي عاملة زي هارلي. عارفين البايك اللي اسمه هارلي؟ حاجة زيه كده، نفس الشكل اللي هو الكلاسيك. دي عاملة 14000. بص المنظر. حاجة اسمها نينجا تبع كوساكي اللي هي الشركة بتاعت الموتوسيكلات. ده عامل 5600. طبعا انتوا شايفين البايك كلها معظمها بتاع ريس هنا. خلينا نبص قدام مع بعض على العدة الشكل عامل ازاي. في عداد اهو، طبعا ده بيظبط يوريك السرعة والحاجات اللي زي كل حاجة. بصوا في حاجات بقى عاملة زي كأنها عربيات، بس عربيات جبلية يعني. الحاجات دي بقى بتوصل ل16000 و15000 وحاجات زي كده. اما الحاجات الصغيرة اللي هو البيتش باجي العادي اللي انتوا ممكن تروحوا سينا تركبوا، ده عامل كام؟ عامل 8000 دولار. بص شكله عامل ازاي. بس الراجل قاعد بيجرب بيتش باجي اهو. انت بتتكلم 7000 8000، هتقولي طب وده محتاج رخصة؟ بص لو انت هتمشي بيه في المنطقة عندك جنب البيت كده، ورا البيت في حتت كده ورا البيت وكده، مش محتاج رخصة. لكن لو انت هتمشي بيه في الشارع طبعا محتاج رخصة، وكمان مش كل الشوارع تقدر تمشي بيه فيها، فاهم؟ عشان برضو ايه، الناس ما تفتكرش انت ممكن تاخد ده تمشي بيه في الشارع في كل شارع. لا فيش يعني، انت الهاي واي مثلا ما ينفعش تطلع تمشي بيه في الهاي واي. ممكن تمشي مثلا بيه في الشوارع العاديه اللي فيها الاشارات اللي تكاد سرعتها لا تتجاوز ال 45 مايل، 45 مايل وكده. لكن عايز بقى تطلع بيه على الطريق السريع بقى 60 مايل في الساعه، هو يجيب ال 60 مايل. بس عارف انت الحكومه ما تسمحلكش تمشي بيه. يعني لو شرطي ماشي بيه في الشارع في الهاي واي هتتقفش على طول، وهتاخد غرامة كبيرة قوي 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 يعني. بصوا دي بقى حاجات عاملة 13000 و14000. دي الماركة طبعا اسمها بولو ريس او بولو روس، حاجة زي كده. فهنا اصلا احجام البيتش باجي هنا كبيره جدا يعني. سيبك من الصغار اللي انت شايفه ده اللي هو ممكن تروح دهب ولا تروح مثلا شرم الشيخ تركبه، لا انت في عندنا حاجات كمان تاني زي اللي موجوده في دبي كده. حاجات ما هو اصلا الموجود في دبي ده جايبينه معظمه من هنا اللي انتوا شايفينه ده كله. والاسعار بتاعته مش غاليه يعني، انت بتتكلم في 13000 12000. في حاجات تانية عامله 9000 يعني. ده حاجه زي ده عامله 9000. بص تحس ما تعرفش تفرقوا ما بينهم وما بين العربيه. حتى ليه برضو باك من ورا حته تحط فيها الحاجات بتاعتك لو حاجه. هتقولي طب وينفع اسوق في الهاي واي؟ لا برضو ينفع تخش بيه في السيتي، تمشي بيه في السيتي، بس هاي واي لا. بيتش بقى صغير بقى، حاجات زي كده صغيره. ده الماركه اللي هي ياموها او ياموها حاجه زي كده يعني. ده حاجه صغيره عامله 3200. في حاجات صغننه خالص بقى دي عامله 2000 دولار وحاجات زي كده بتاعت اطفال او حاجه. انا عجباني جدا الموتوسيكلات دي اللي هي الشكل الكلاسيك القديم دي، شكلها جامد جدا الحقيقه. خلينا نطلع قدام كده نبص قدام. برضو عندهم في عجل، في خوذ، في حاجات زي كده.
بس وفي حتى في تيشيرتات بتاعت الريس والحاجات اللي زي دي. بس احنا خلينا في المهم يعني اللي احنا جايين عشان. في بقى جيت سكي، ده بقى اللي هو بتاع البحر بقى. ده مش غالي، ممكن تلاقيه في حاجات بتبتدي من 3000 و4000 لغاية عندك 12000 و16000. بص الموتوسيكلات اللي هي البايك ماونتن بتبتدي صغننة خالص لغاية تكبر لغاية بقى الأدولت اللي هي الناس الكبيرة بقى. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. طبعا في ديسكاونت يعني برضه انت لو هتشتري وهتكيش الحاجة بيعمل لك ديسكاونت يعني. ممكن ينقص يعني في نيجوشيت اللي هو انت يعني تتكلم معاه تحاول تنقص. ارجع بقى ونتكلم على موضوع ان انت ليه الموتوسيكلات مش كل الناس بتجيبها هنا. بص يا باشا، انت عندك ممكن تجيب عربية تويوتا او عربية بي ام، تيجي تبص على الانشورنس بتاعها تلاقيه بيتراوح من $150 فول كفرج يعني كل حاجة. ده على حاجة في لايبيليتي. اللايبيليتي دي ان عربيتك اتخبطت يصلحها عربية الغير وانت تصلح على حسابك. ده ارخص انشورنس تعمله، ممكن ياخد منك $40-50 في الشهر حسب نوع الشركة. وفي الفول كفرج ده اللي هو انت خبطت حد وانت غلطان او مش غلطان بيصلح عربيتك وانتوا الاتنين. وده بيتراوح من $150 لما فوق ل $200 و$300 حسب نوع العربية. هتقول لي طب حلو جميل، احنا كده عرفنا الانشورنس بتاع العربيات. تيجي بقى للموتوسيكل، اي موتوسيكل
حتى لو مهما كان نوعه، حتى لو مش موتوسيكل بي ام، يعني موتوسيكل عادي اللي هو زي الكawasaki اللي انا وريته لكم ده. ده يعني ممكن تيجي تبص على الانشورنس بتاعه، وخصوصا لو انت سنك صغير اقل من 25 سنه احتمال يوصل الانشورنس ل $600. يعني تخيل انت بتدفع بس انشورنس تامين بس للموتوسيكل دوت فول كفرج $600. ولو انت مش عايز فول كفرج هيبقى $300 اللي هو لايبيليتي، هيبقى $300. فطبعا ستيل غالي. يعني انا بكلمك عربيه فول كفرج بي ام ممكن تبقى ب $250-200، لكن ده لايبيليتي بس $300. ولو عايز فول كفرج هيبقى 600 وممكن اعلى كمان حسب سنك. يعني انت سنك صغير هيبقى مثلا $700، ولو انت سنك مثلا فوق 25 سنه هيبقى $500. فستيل انت لو قارنتها انشورنس العربيات ارخص بكتير. هتقولي طب وايه اللي بيخلي انشورنس الفول كفرج العربيات بيتراوح من 150 لغايه 300 حسب نوع العربيه؟ يعني انت لو معاك عربيه بي ام مش هيعمل لك عليها فول كفرج 150، لا هيبقى مثلا 250 300. لكن انت معاك عربيه تويوتا ولا عربيه هونداي او عربيه اللي هي العربيات الياباني، لا طبعا 150 بتتراوح من 150 ل 200 حسب برضو العربيه في 6 يعني 4 سلندر ولا 6 سلندر ولا 8 سلندر، ده بيفرق. وهي العربيه سبورت ولا مش سبورت، ده برضو بيفرق في التأمينات. اما بقى الموتوسيكلات ما بيتفهموش. هتقولي طب وليه هم معايلين التأمين كده؟ ليه؟ هقول لك ليه. انت هنا عندك كل 1000 واحد بيشتروا موتوسيكل عارفين ان في 900 واحد هيعملوا حادثة وهيموتوا. تخيل انت من 1000 واحد هم عاملين الحسبة دي، يعني حسبة عاملين هم دراسة جدوى لان معاهم الحوادث شركات التأمين. انا رحت لست قبل كده بكلمها على التأمين، بقول لها انا عايز اعمل موتوسيكل. قالت طب انا هجيب لك دراسة الجدوى اللي معظم شركات التأمين العربيات او الموتوسيكلات عاملاها. قالت لي كل 1000 شخص بيركب موتوسيكل 900 منهم بيعملوا حادثة، و100 بس هم اللي بيعيشوا من غير حوادث، او لو في حوادث طفيفة. لكن 900 بيتعرضوا ان هم ممكن يموتوا او كمان يعملوا حوادث، يعني يموتوا فيها شخص تاني او حد تاني، فاهم؟ فطبعا دي مشكلة كبيرة يعني. عشان كده ده اللي مخلي التأمين عالي. لكن العربيات السيفتي بتاعها عالي، يعني مهما العربية عملت حادثة من اللي جواها مش هيموت، او اللي خبط فيه مش هيموت. لكن الموتوسيكل بالذات لما بيجي يعمل حادثة لا طبعا بيدمر الدنيا خالص معاه. الشخص اللي راكبه ده بيضيع. بص، يا اما هيعيش بعد الشر، يعني هيعيش طول عمره مكسح ومش هيعرف يتحرك غير على كرسي متحرك، يا اما هيموت. فعشان كده يعني ده اللي اتقال لي يعني من شركات التأمين. عشان كده هم مغليين تأمين الموتوسيكلات جدا جدا جدا. بس فانا حبيت اقول لكم المعلومه دي، ان في ناس تفتكر معنى ان الموتوسيكل رخيص $6000 وريسنج وبتاع، فاوعى وشك كل الناس هتركب ريسنج. كان زمان كل الناس ركبت ريسنج فعلا. فلا، هي مش بالسهوله دي، هي موضوع معقد. ومعلش يعني طب ما تدفع لك تأمين بس عربية موتوسيكل بس فول كفرج $600 يا عم. لو قلنا انت فوق 25 هتدفع لك 500 ده معلش يعني. ده قسط عربية لوحده، عربية بي ام زيرو، فاهم؟ فايه اللي يخليك تدفع تأمين بس 500 ولسه عليك كمان بنزين وعليك حاجات تانية يعني. فانت مش قاعد لو انت يا باشا مرتبك حلو وزي الفل خلاص وزع. ما انت معاك بقى كوتشينه هنا 500 هنا 400 مش فارقه معاك. انت مرتبك راجل بتقبض $5000 ولا $6000 فمش فارقه معاك. لكن لو انت مثلا بتعمل لك بقى المينيمم اللي هو بقى 2500 و$3000 في الشهر ومعاك اسره، وحتى لو انت سنجل انت المصاريف اللي عليك هتخليك مش شايف قدامك. هتقول لي طب وانا اشتريت موتوسيكلات مش ريس. لو اشتريت موتوسيكلات مش ريس اللي هي الفيسبا او الحاجات اللي انت شفتوها اللي هي الصغننه دي، دي بتبقى التأمين بتاعها ارخص شويه. الريس مرتفع جدا. موتوسيكلات اي موتوسيكل سبورت ريسنج ده مولع. لكن انت بعد كده جبت مثلا موتوسيكل اللي هو الفيسبا زي ما انتم شايفينها، دي مثلا الفول كفرج بتاعها ممكن يبقى مثلا 250، ستيل غالي برضه، اغلى من طبعا من تأمين العربيه. بس راكب حاجه رخيصه. الفيسبا دي ثمنها 4000، في حاجات بتبتدي من 4300 وفي حاجات بتوصل ل 6000 وشويه. بس اديكوا شفتوا يعني حجم الفيسبا هنا كبير، ممكن تاخد فردين، واحد سايق وواحد تاني وراه يعني.
والبنزين هنا مش مكلف خالص، فانت ممكن لو جبت فيس بقى او حاجه زي دي او موتوسيكل اللي هو مش ريسنج فساعتها ده يبقى احسن لك. هتقول لي حتى اوفر بدل ما اجيب لي عربيه ثمنها 10000 ولا 8000، طب ما انا اجيب لي حاجه زيرو موتوسيكل مش ريس، ويبقى مثلا التامين بتاعه $200 ولا حاجه فول كفرج. ممكن لو كده قشطه تمشي مفيش مشكله. لكن رايح تجيب لي ريسنج عشان انت تركب ريس، البس بقى في الحيط من مصاريف بس. فتخلي بالك يعني، لان هو الدنيا هنا مكلفه. وطبعا اللي عنده سؤال يكتب لي في الكومنت تحت وانا هرد عليه في اقرب وقت طبعا. اتمنى كده الراجل بيكون بتاع حلقه الموتوسيكلات اللي طالعه مني مبسوط انت كده. عملت انا كده معاك الواجب. جبت لك اهو ديلر محترم ماسك 3 شركات كبار هم موجودين، حتى اللي هي كواساكي وبولوريس دي، او ما اعرفش بولاروس، وفي اللي هي ياماها. ف يعني حاجه كبيره يعني، او يوستن موتور سبورت. بس تهيألي كده انت مبسوط، عرفت الى حد ما اسعار الموتوسيكلات والبيتش باجي عامله كام. عندك اي استفسار قولي. واتمنى يا جماعه الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسونيش في موضوع الصفحه بتاعت الفيسبوك والانستجرام، لان هم واقعين يعني. معلش يعتبر ما فيش حد مشترك. انا عندي على الفيسبوك الصفحه اللي انا عملتها 73 مشترك بالعافيه، والانستجرام برضو تعبان خالص يعني. انا قلت مثلا بالعكس يعني، الصفحات دي ممكن الاقي مثلا في الانستجرام عندي 20,000 مثلا فولور او 10,000 فولور، ومثلا في الفيسبوك الاقي مثلا طب اقل 3000 متابع. لكن الارقام واطيه كده خالص بجد، زعلان انا. بس يلا حاولوا تظبطوا معايا، الله يخليكم الدعم في الصفحات دي عشان اقدر اطور منها، واقدر باستمرار انزل لكم بدل ما انزل فيديو كل فيديوهين 3 او فيديوهين كل اسبوع، بعد كده اقدر انزل لكم فيديو كل اسبوع. ماشي؟ اتمنى تكون الناس وصلت لها الرسالة وعجبكم الفيديو. عجبكم الفيديو، واشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. يلا سلام.